شو عم تحكي أبو قاسم؟ هذا كل اللي صار أخي. شو أبو بشير؟ احكي اللي بتعرفه أبو بشير. أنا سبب الطلاق ما بعرفه لأنه بخصه، بس أنا بعرف اللي ساوى الفضيحة كلياتها ومنع أختكم ترجع لأبو عصام. مين؟ أبو غالب عقيد. أبو غالب؟ شو دخلوا أبو غالب أو بشير؟ إيه لو بتعرف شو مساوي أبو غالب بأبو عصام كنت سويت غير هيك يا أبو قاسم. إيه ما بيسترجي يساوي شيء، راسه بصل له إياه. برضاي عليك يا أبو قاسم سمعنا. شرف أبو بشير شرف. قبل آخر ليلة كان نايم فيها أبو عصام بالدكان، كان ناوي يرجع أختكم الكريمة، بس لسوء حظه كان الشيخ برات الحارة وتأخر لرجع عليها، وخاف يفوت على بيته أبو عصام ويشوف مرته المطلقة. بصراحة كان خايف من الحرام عليها وعليه، لأنه بيخاف الله، خاف من غضب الله. وراح نام أبو عصام بالدكان هديك الليلة. ايه في وش الصبح شاف أبو غالب جاي ومعه قفل، قام راح رمى القفل اللي معه أبو غالب على قفل الدكان وخلى أبو عصام محبوس بالدكان لبين ما اجى أبو قاسم وسمعت اللي صار. شو أبو قاسم؟ أنا ما عندي علم بأبو غالب، وهلأ سمعتنا أبو بشير. الله وكيلك أخي. يا حسافة على حارة الضبع واللي صار فيها بغيابي، وكل هالمشاكل بسبة واحد كلب ما بيسوى نقلي. هي غلطة كبيرة بحقنا، كبيرة كتير وما بينسكت عليها. إيه بس أبو عصام متغير كتير ومألوف وآني تحتاني. احكي له شلون كشف راس الحرمة قدام الناس، احكي له. أبو عصام ما عاد اللي بتعرفه أخي، وكان رح يوقعنا بخناقة مع أبو النار، إلها أول وما لها آخر. شو هالدباجة الجديدة اللي عم بسمعها يا جماعة الخير؟ احكي أب بشير احكي. أنا راح أحكي لك كل شيء عقيد. أب بشير كرمال النبي، إيش كان مالك متأكد من الحكي اللي عم تحكيه؟ لا تورطنا. ولو عقيد. إيه أنا ماني مصدق. كرمال الله أبو قاسم نقطنا بسكوتها. هذا أبو غالب صار بده تكسير راس لأنه بلش يتطاول علينا وبحارتنا كمان. وأبو النار فوتوا على الحارة بغيابي ما لا عاجبتني، ونحن قصرنا الشر عقيد لبين ما ترجع مشان تتصرف معه. أبو حاتم مور عقيد ما تصغر اندهلي صوت على معتز وعصام. لعيونك. وأنت أب بشير يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، بس لازم تساوي شيء مشان تحموا حريم بيت الحمصاني. الله يصلحك ويهديك يا أبو قاسم، جيت لتكحلها عميتها، بدك تحل المشكلة متشربك تشربكي. إيه ما تحملت حالي شوف أبو عصام قدام كل أهل الحارة مذلول وأختي مطلقة، شو بدك كان يساوي يعني؟ أنت دوما بتغلط لأنك ما بتحكم عقلك مزبوط بمثل هيك مشاكل. نحن وين كرامتنا بالحارة؟ كرامتنا أنه أختنا سعاد تضل ببيت جوزها، يعني لو ما حضرتك رحت أخذتها من عند أبو عصام كان كل واحد عنده كلمة بلعها وما استرجى ينطقها. لا وفوق هيك بتروح بتبهدل صهرنا قدام العالم والخلق وقدام بيته. أنا ما بلومه لأبو عصام إذا ما رضي يردها. على كل هي هلا ما عاد بدها اياه. شلون؟ سعاد عرفت كل شيء صار ومتضايقة كتير، وخصوصي لما سمعت انه ابو عصام بده يتجوز ارملة ابو سمير الحمصاني. الله أكبر عليك يا أبو قاسم وعلى شغلك، الله أكبر عليك. السلام عليكم خال. الله لا كان جاب الغلاء. فوتوا عدو. احكي لي شوف عصام. عن شو خالي؟ ليش ابوك طلق امك؟ تخانقوا خالي، تخانقوا. ليش خانقوا؟ مشان الجيران خالي. انا رح احكي لك كل شيء صار خالي. احكي لي شوف. حرام يكون في شوارب بوشك انت وياه ولا؟ شعفة كلب مثل اب بدر بسب امكم وابوكم وانتم ساكتين؟ لك انتم ما ضل نخمه براسكم؟ شو كنت عم تساوي انت وياه ولك؟ رد لشوف. خالي نحن ما لنا ساكتين له. هذا اب بدر ما عم نشوفه بالحاره. انا لو لاقطه لاب بدر كنت كسرت له عظامه. ليش ما كسرت عظام ابو غالب؟ هذا كل يوم بالحاره قدام عيونا.
شو دخل ابو غالب طلاق امي خالي؟ نعم، ليش ما بتعرف؟ ولا ساكت عليه لانك خايف منه؟ ليش شو سوى خالي؟ ما هو اللي حط القفل فوق قفل الدكان وحبس ابوك فيها، يلي عامل حالك قبضاي. ابو خالد؟ ايه ابو غالب، هيك قال ابو بشير. الكلب ابن الكلب، والله لا اذبحك يا واطي. معتز، روح ابو الشك على البيت واصحك تقرب على ابو غالي. امرك خالي، امرك. ماشي يا ابو غالي، ماشي. وانت ليش طلقت مرتك؟ لأنه أمها فتحتنا بالحارة، وقبل ما الناس تعرف إنه أبي كان ينام بالدكانة، وهي كانت السبب بطلاق أختي دلال من خطيب إبراهيم. بس النسوان ما بنحكى لهم شيء يا فهيم، ما هيك اخي؟ ليش هيك صار؟ ليش؟ كل الحق على هاللوحه اللي واقف قدامها. وليش مقاطع خالك وما عم تحكي معه؟ لأنه هو ضربني وقلعني من بيته وقت صارت المشكلة. ضربته وقلعته من بيتك كمان؟ وما رضي حتى يسمعني. معلوم بدي اضربها، بدي اكسر راسها، لانه ما درينا بقصه الطلاق الا من اهل الحاره وبفضيحه. يعني لو جيت خبرتني او خبرت خالك ابو شهاب كنا صالحناهم مع بعضهم وما كان صار اللي صار. ليش امتى ابوك طلق امك؟ يمكن قبل ما تسافر بشي كم يوم اخي. يعني ابو عصام خبى علي؟ وعلي انا كمان. يا خالي مو قبل ما تسافر. روح من وشي عصام. أمرك خالي، أمرك.